قائد فرقة من المجاهدين، رجال ماشي غير مسلحين بالبارود، ولكن كيجاهدوا بالحكمة وبعلم الأوفاق الرباني، ناس كيقراو أسرار النصر في وجه السماء، وكيحملوا في عقولهم آيات الإيمان، وفي صدورهم الله الوطن الملك. وفي يوم مشهود خططوا لهجوم استشهادي على مكتب الاستعمار الفرنسي في الشوكة أيتباها. كان نهار معمد بالنية، نهار طلع من صدور رجالة سوس مغموس في النية ومطرز بالإخلاص، نهار ماشي عادي، نهار فيه العاد تعلى وارتفعت فيه الهمم بحال تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل واحد دخل المعركة حافظ آية وحامل النية وحبس النفس على الشهادة. المعركة كانت نارية، المعركة ما كانتش بحال باقي المعارك، كانت نهار تكتبوا فيه الأقدار بالحبر الأحمر. وبعزيمة المجاهدين سقط عدد من الجنود الفرنسيين وسكتوا ألسن الخونة اللي باعوا البلاد.